أهلا بكم في حكايات مصرية. قبل ما ابتدي عايز أشكر مدير عام القناة الشاعر صديقي معتز محميد، اللي هو مدير عام القناة بتاعت حكايات مصرية. وأقدم شكري أيضا للمخرج المتألق جدا هيثم مسلم. طبعا الحكاية المرة دي قصة اسمها فيفي. فيفي دي قصة من الواقع طبعا، وأنا شفت بعيني كل تفاصيلها، وأحكي لكم التفاصيل، وأرجوكم تكونوا متابعين معايا وتكونوا تقروا ما بين السطور، لأن في حاجات مش هقدر أقولها هتتفهم بين السطور. قصة فيفي دي عبارة عن إيه؟ فيفي كانت ساكنة في الدار السكاكيني، وكان في ساكنة في الدور الثالث، وفي الدور الرابع كان جلال. جلال ده كان طالب في كلية التربية قسم رياضة، وفيفي كانت في ثالثة إعدادي. المهم هي محتاجة لمساعدة في الرياضيات، فطلعت: النبي يا أستاذ جلال، أنا مش فاهمة حاجات في الهندسة وفي الجبر وفي الحاجات دي، ممكن تبقى تساعدني؟ لهم ماله، أهلا وسهلا يا فيفي. طلعت له. فيفي دي كانت بنت موظفين، أبوها موظف حكومة، موظف كويس قوي في وزارة العدل، وليها أخ ولد واحد، وليها حوالي 4 بنات. كانت أسرة متكاملة وأسرة كويسة جدا. تطلع فيفي تاخد درس من مين؟ من كمال في الرياضيات. كمال لسه في سنة ثالثة في كلية التربية قسم رياضة، وكان بيطلع الأول على الدفعة، شاطر جدا. المهم بقت فيفي تطلع له إيه؟ يوم ويوم، كل يوم. وفي مرة من المرات بدأت فيفي وهي طالعة، طبعا هو شاب وهي في سن مراهقة، من غير ما يقصد ايده لمست ايديها، راحت ضحكة: في ايه يا كلال؟ قال لها: لا ما اقصدش والله. ولا تقصد؟ المهم بدأت ايه؟ تسير، وهي اللي ابتدت. الله، برضو كمال شاب، جلال شاب ايه يعني، برضو لسه مازال يعني ايه، في 20 سنة وهي 15 سنة 16 سنة، فالاتنين مولعين نار قايدة. المهم مسك ايديها، سابت له ايديها. بعد كده بدأ يبوسها، بدأت الحصة ما بقتش حصة، بقت الحصة درس في الحياة. يخرب بيتك يا فيفي، في ايه؟ هي مراهقة جدا، وما صدقت ان هو بيبتدي ايه، يلعبها في ايديها ويبوسها ومش عارف ايه. مرة في مرة بقت تطلع كل يوم يا بنتي. مهم طبعا كمال ولا جلال كان ليه قصة غريبة. هو ايه، كان عايش مع مين؟ مع امه بس، اللي كان ليه اخوه اسمه محمود واتجوز. كان عندهم هم محلات احذية. محلات الاحذية دي كان بتاعت ابوهم، فابوهم توفى، مسكها محمود اخوه اللي اكبر منه. وكان ليه اخ تاني اسمه فؤاد، بقى فؤاد ومحمود وجلال. مهم ايه، جلال طبعا ايه، آه كان هو اللي بيتعلم فيهم. محمود كان تقريبا مؤهل متوسط، وفؤاد كان موسيقي، عازف درامز. المهم هي ايه، امه بقى ايه، وكمال مع امه لوحدهم. فبتطلع له فيفي بالليل، امه بتبقى نايمه. وفي مره من المرات وامه داخله عليهم، لقت كمال وفيفي قلعين ملط زي ما ولدتهم امهم وابوهم. صوتت: يا خرابي، لا ما تصوتيش يا ماما، تفضحيني،
قالت له ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ المهم البنت بقى ايه، اتكسفت وقالت. هو كمال طبعا كان محافظ جدا على ايه، على عذرية البنت، لانها البنت مراهقة واي مصيبة هتحصل هيلبسوها له. المهم اطلع البسي هدومك يا كلبة يا مجرمة، وانت حسابي معاك قدام. المهم ما تجيش هنا تاني. البنت لبست هدومها ونزلت، وصدقت انها لبست ونزلت، وايه، عشان الفضايح في البيت بقى، واخواتها وابوها وامها والجيران. المهم بصت لقت ايه، طبعا كمال بيحن ليها جدا وهي بتحن. الاتنين ايه، مراهقين جدا. المهم البنت نجحت في الاعداديه ودخلت ثانوي، اولى ثانوي فيها رياضه، تانية ثانوي ما فيهاش. المهم وهي في اولى ثانوي بقى تطلع له تساله برضه في الهندسه الفراغيه وفي مش عارف ايه. المهم تطلع له من ورا مامته، تقول له مامتك نامت؟ يقول لها اه. تقوم تطلع، مامتك نامت، تطلع. المهم في النهايه لغايه لما بقت تطلع من ورا مامته. مره البنت اتخرجت. هو طبعا اتخرج من ايه، كليه المعلمين قسم الرياضه، ودخل الجيش. الكلام ده كله كان في السبعينات اثناء حرب الاستنزاف. وهي البنت الاخرى دخلت الجامعه الازهر وايه، وقسم شريعه وقانون، وخلصت يا عيني الكليه. وهو طبعا ايه، وهو في الجيش جاله اصابه في رجليه، رصاصتين جم في عصب في رجليه عند الفخذ كده. المهم مبقاش يقدر يتحرك، وبقت ايه، طبعا لازم بيعمل تواليت، لازم حد يساعده. ومهم هو مش قادر يقوف ولا يقف، ويتحط في تيله، والفتيله دي تتحط في العصب عشان العصب يلحم. وهو يا عيني بقى يصرخ صرخ جامد جدا. بقى في تطلع، وامه بقت شايفاها طالعه. انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت لها جاي ازور يا ماما، ده عيان وتعبان حرام عليكي. المهم كانت يا عيني فيفي بتمرضه على قد ما تقدر، وحتى لما كان يعمل تواليت كانت اكنها مراته بالظبط. كانت بتساعده، توديه التواليت وتجيبه وتساعده وتغسل له مكان. حتى لو الواحد مراته عمرها ما هتقدر تعمل الكلام ده كله. المهم طبعا هو بدأ يحس ان البنت دي بتحبه. مفيش واحده هتعمل ده كله تكون حتى امه نفسها حست انها بتحبه، بس امه مستاءه منها انها ازاي تفرط في نفسها وهي لسه يعني ما اتجوزتوش وكده. المهم في النهايه حتى جلال نفسه بقى يقول لنفسه انا هتجوز واحده عملت معاها ده كله، وراح خطب واحده تانية وهي قدامه، وهو معاها في الفرح بقى بيرقصوا الناس في الفرح وكده. بقاش حاسس بيها خالص. يقول ايه، بقى عقله كله في فيفي. يعمل ايه؟ سابها، خطب واحده تانية نفس الكلام. انا قلت له يا جلال خد بالك ان انت لسه بتحب فيفي، وانت هتتجوز فيفي، وانا وانت واهو، وهتتجوز فيفي وبكره تشوف. بصيت لقيت نفسي قاعد في يوم من الايام جاي لي جواب عزومه على كمال وفيفي، جلال وفيفي هيعملوا في السمراميس ده الفرح. خدت ساعتها اختي رحنا ونزل هو ساب الكوشه وقال لي يا محمد كلامك صح، انا فعلا لقيت نفسي بحبها مش قادر استغنى عنها. بس هو ما عملش الكلام ده كله الا بعد ما امه ماتت، لان امه وهي عايشه قالت لا يمكن ياخدها. امه خد فيفي واتجوزها. وهنا في سؤال، هل الجنس ممكن يؤدي للحب، ولا الحب ممكن يؤدي للجنس؟ سؤال هنا، سؤال صريح وواضح. هو فعلا كانت بينهم بدايه جنس صحيح، جنس مقنع يعني مش جنس كامل، لكن هو ادى ان هو تعود عليها وبدا يحس ان مفيش انثى غيرها. هي كانت نجحت في ان هي
تأخدوا عليها وتعودوا عليها، والإنسان وليد العادة، هو بدأ يحبها غصب عنه، خلاص ما بقاش حاسس إنه راجل غير مع دي. اتجوزها وخلف منها. أول ما جه توأم، واحدة منهم ماتت، واحدة عاشت، والواحدة اللي عاشت دي بدأت تكبر، ورحت زرتهم أنا والمدام بتاعتي، وكان عندي ابني ورحنا زرناهم، وبنته كانت أكبر من ابني شوية. المهم بدأ ياخد شقق في المهندسين وشقق هنا وشقق هنا، لأن هو بيشتغل مدرس رياضيات، وكان سافر بلاد عربية، كان معاه فلوس يعني. المهم عاش بقى وإيه وبدأ إيه فيفي طبعا بتحبه جدا. مفيش واحدة بتعمل ده كله إلا إذا كانت بتحب قوي يعني. المهم هو إيه طبعا كبر، وبعد مرور وقت هي اللي ليها أخت فتحت مدرسة، وبدأ يبقى جلال في مدرس في المدرسة دي، وفيفي مدرسة في نفس المدرسة، وبنتهم دخلت كلية الآداب قسم فرنساوي، وخلصت كلية الآداب وبدأت مش عايزة تتجوز، وبدأت بدأت تطلع متحررة جدا. ومهم هو أبوها مش عايز إيه يضغط عليها في الجواز ولا حاجة، قال لك لا أنا ما ضغطش على بنتي، هي اللي تتجوز وقت ما تحب وما تتجوزش وقت ما تحب. المهم في النهاية بس لقيت بعد فترة من الفترات وأنا بكلم جلال في التليفون، فيفي قالت لي جلال مات جلال، وفضلت عايشة على ذكراه. وكانت دي قصة فيفي اللي ثابت عليا انها هي بدأوا بداية مراهقة، لكنها وصلت لحب وتعود وايه وفيفي فعلا حبته، وهو بدأ يحبها بعادة، بدأ يحس انها حاجة أساسية في حياته.